المرأة السورية من كل عمرها من مئات السنين معروفة بشرفها وبأخلاقها وبتربايتها وباحترامها لجوزها. هذا الموضوع لا زال لغاية اليوم، ولكن في بلادنا العربية انتوا عم تطلعوا هالكم عرصة، هالكم ابن حرام عم يحكي على النساء المطلقات والنساء العربيات والنساء السوريات انهم كلهم ساويتوهم شر. استغفر الله العظيم. انتوا اليوم انا بدي احكي حقوق المرأة على زوجها. مرتك يا حمار، مرتك يا جحش، مرتك يا قليل الشرف عم تحفظ قرآن وعم تصلي صلواتها الخمسة وعم تربي ولادها تربية صالحة. لما انت بتجي على بيتك سكران يا جحش، لما انت بتجي على بيتك سكران، لما انت بتجي على بيتك مفلس، لما انت بتطلع من بيتك من الصبح للمساء بدك تعرس على مرتك، لما بدك تجي انت لعند مرتك ريحتك طالعة وحقك فرنجين، اتحملتك يوم ويومين وثلاثة لأنه تربايتها وضميرها وشرفها وعرضها وأخلاقها عم تخليها تتحمل جوزها لتشوف بركي بينصلح بيوم من الأيام لأنه ابتلت فيه بأولاد. بس لما أنت ما بدك تنصلح وأنت بدك تضلك حمار وأنت بدك تضلك على مكانات القمار وعلى طاولات القمار، ولما بدك تضلك تشرب حشيش بيروح مخك وبيجي مخك وبتحكي كلام مالك مستوعب شو عم تحكي مع مرتك. هي المرأة لأيمتى بدها تضل متحملتك؟ شيء طبيعي لما مرة بتكون متدينة أو ما بدنا نقول متدينة مشان ما ياكلوا خرا علينا الملحدين، لأنه كتروا بألمانيا الملحدين وبأوروبا. لما ما بدنا نقول متدينة، لما بدنا نقول مرتك صار عندها أخلاق وعندها شرف وعم تحافظ لك على بيتك وعلى أولادك وعم تحافظ لك على شرفك يا قليل الشرف، يا قليل الضمير والوجدان، يا ابن الحرام، يا ابن 60 حرام. لما مرتك عم تحافظ لك على شرفك بغيابك وانت عم تجي على بيتك سكران يا جحش، لانه انت ما رح تفهم غير بهي الطريقه، رح تضل معك شيء طبيعي. انت مو لهي المرة، انت لمرة مثلك، لمرة بتسكر، لمرة ما بتعرف الله، لمرة بتحشش، لمرة بنت حرام اكثر منك ومن اهلك ومن اللي خلفوك يا عرس يا حمار. شيء طبيعي بدها تطلقك. فاذا هالمرة طلقتك فطلقتك لتروح على طريق الخير، ما طلقتك لتروح على طريق الشر. مثل ما في نساء عاهرات، في نساء خلوقات، في نساء ما ممكن تطلع عن تربايتها اللي تربت عليها وعن أصلها وعن أجدادها يلي هن تربوا على الأخلاق والشرف. انتوا لما المرأة عم تطلع عم يطلع واحد كلب، واحد صوص ما بيسترجي يحط صورته على الشاشة، عم يكتب مطلقات وعم يكتب النساء المطلقات، وبيطلع واحد تاني أعرس منه عم يقول أنا المرأة المطلقة هي مرأة خاينة، هي مرأة قليلة شرف. نعم، في هذا الصنف من النساء موجود للأسف. فلتوا لما طلعوا خارج بلدهم وخارج بيئتهم، فلتوا وراحوا بطريق الشر. بس في بنات وفي مطلقات وفي ناس رح تتطلق يا ابن الحمير، في ناس رح تتطلق منك يا جحش، لأنك ما بدك تنصلح، لأنك بدك تضل حمار، لأنك بدك تضل ابن حرام، لأنك بدك تضل راكد ورا رفقات السوق اللي قاعد عم تسكر أنت وياهم لآخر الليل لتجي على بيتك ما عم تشوف لا ولادك ولا مرتك. آخرتها المرة بدها تكبك مثل الكلب، بدها تحملك هيك وتكبك مثل الكلب لأنك حيوان. أنا نصيحتي لكل شاب أو لكل رجل عم يروح مخه منه وعم يفكر حاله انه هو اذا راح على اوروبا وصار يشرب يعني هو صار عنده حضارة ولا راح بطريق الحضارة. انت يا حمار رحت بطريق الهلاك، لانه اخرتك بدك تموت على رصيف مثل هدول المشردين اللي عم تشوفوهم بشوارع المانيا وبشوارع فرنسا وبشوارع اوروبا اللي ريحتهم طالعة بيشخوا على حالهم وريحتهم على بعد 10 امتار ما فيك تقرب عليهم. انت اخرتك مثلهم بس يصير عمرك 70 سنة والمشروب فات بدمك يا جحش والمخدرات بلشت تفوت، اخرتك بالشوارع. فبالتالي انا بنصح كل شاب، بنصح كل حمار، بنصح كل حمار يا حمار، بنصح كل جحش ما عم يفهم يطلع يعتبر من هالناس اللي عم يشوفها بالشوارع انه هي شو كان اساسا لما كانوا قده شب. شو كانوا يعملوا مثل ما هلأ انت عم تعمل وتدمر حياتك وتدمر اولادك وتدمر مرتك وتدمر عائلتك الجميلة. انا بنصحكم عدوا فكروا وتطلعوا بتصرفاتكم وتطلعوا بنسوانكم، بتلاقوا انه المرأة انتوا عم تظلموها،
المرأة انتوا عم تظلموها بتصرفاتكم الوسخة. أنا بنصح كل مرأة شريفة وكل مرأة عندها أخلاق وترباية طولت بالها على جوزها ولقيته ما ممكن ينصلح تخر عليه وتكبه بالشارع، بس تضل محافظة على دينها وأخلاقها وشرفها. وبنصح كل مرة خريت على جوزها وكبته ولسه عنده ضمير وأخلاق وشرف ووجدان وناموس ترجع لعند بيت أهلها، على سوريا، على مصر، على تركيا، على أي دولة عربية، على حضن أبوها وأمها يلي هدول بس اللي بيخافوا عليها بالدنيا. وما تبقى في مجتمعنا كله وحوش، 90% وحوش، وكل ابن حرام وكل ابن كلب وكل ابن زانية بيحكي عن نسوان وبيجمل النسوان جميعا بأنه المطلقات حصرا أنه هن عاهرات، أمه العاهرة وأخته العاهرة ومرته العاهرة، لأنه النساء السوريات من كل الدول العربية كانوا يجوا لعنا على سوريا يتمنوا يتجوزوا مرة سورية ولا زالوا للآن. بس انتوا هالكم كلب، كم عرصة بألمانيا، كم عرصها بينعدوا على الأصابع لا يتجاوزوا العشرات. شوهتوا سمعة المرأة السورية يا كلاب. المرأة السورية رح تضل شريفة ورح تضل طاهرة ورح تضل تاج على راس كل عربي بالعالم كله. ولعنة الله على كل ابن حرام. السلام عليكم ورحمة الله.